ميلاد أبي وحادث خالي يوم الحزن في حياة حسن الرداد. استعاد الفنان حسن الرداد ذكريات مؤلمة وقعت لعدد من أفراد أسرته وأخرى سعيدة لوالده الراحل. نشر الرداد عبر صفحته على فيسبوك أمس السبت صورة طفلة كاشفا أنها تعود لابنة خاله دنيا الحداد، وسرد عليها تفاصيل الحادث. علق حسن الرداد على الصورة: دنيا الرداد بنت خالي أجمل طفلة شفتها في حياتي، كانت جميلة الشكل وجميلة القلب والأخلاق. اليوم 15 نوفمبر ذكرى ميلادها، لقد توفيت هي وخالي ووالدتها سويا في حادث مأساوي إثر سقوط العمارة وهم بداخلها. توفيت هي في ثانوية عامة وكانت من المتفوقات في الدراسة ومن الأوائل دائما. الله يرحمك يا حبيبتي ويرحم خاله عبده ويرحم سارة ويجمعنا معكم في الجنة إن شاء الله. كما أحيا الفنان حسن الرداد ذكرى ميلاد والده الراحل نبيل الرداد ووجه له رسالة مؤثرة تحمل كلمات من الحب والامتنان. ونشر الرداد على فيسبوك صورة لوالده معلقا عليها: عيد ميلاد أبي السيد نبيل الرداد 15 نوفمبر، كل سنة وأنت طيب يا حبيبي يا أبويا، يا مثل الأعلى، يا من علمتني عزة النفس واحترام الذات وعلمتني معنى الرجولة. وتابع: وحشتني جدا جدا يا بابا، وحشني أشوفك مجتمع مع كل الناس في مكتبك العريق اللي كان علامة من علامات دمياط. إن شاء الله تكون خدماتك لكل الناس اللي كانت بتلجأ لك في ميزان حسناتك وكل الخير اللي كنت بتعمله، وربنا يجمعنا في الجنة إن شاء الله، مطالبا الجمهور الدعاء له. والجدير بالذكر ان حسن الرداد قد علق في وقت سابق عن وفاة والده وشقيقه فادي الرداد قائلا ان والده وشقيقه توفيا في نفس العام بسن صغير.